الحمد لله اني لابسه لباس تقليدي هو شويه معاصرا، لكن فيه من القفطان، من الكراكوشي، وفيه هذه الشيء حبيت نحكي عليها. انا احب تحكي لنا عن الكذب اللي انت بتكذبيه، عشان انت وليه كذابه. انا عارفك يا سرقزات. لقيت يا عيني نفسها مش عارفه تعمل ايه، والمغرب سجل القفطان في اليونسكو وحالتها بقت حاله، قامت لبست لبس غريب بتاع بلياتشو بتاع الجوكر بتاع فيلم باتمان، وراحت قالت لك انا حاسه ان انا لابسه حاجه يعني تقليديه، ما قالتش اسمها، يعني شبيهه بالقفطان وشبيهه لان هي ملوش اسم اللي هي لابساه ده لبس اراجوزات. يعني لو اراجوز ممكن يلبس كده ويحط مثلا حاجه حمراء اضافه وشويه ميك اب زي ما هي عامله. يعني يا عيني حاله سرقزات بقت صعبه قوي، ولا صعيبه بزاف من ساعه ما المغرب سجل القفطان المغربي في اليونسكو. والراجل اللي واقف جنبك اللي لابس اخضر ده، انت عبيط يا واد؟ يلا يا اخواتي المغاربه، براد اتاي مغربي زوين، كده كده احنا بكره راحه مفيش شغل، ويلا بينا نبدا. هعمل لكم دلوقتي حاجه اسمها باستيلا. باستيلا دي مغربي، بتبقى تحفه جدا جدا. ايه الاخبار؟ لا ده برنامج مصري. الفنانة وفاء عامر قدمت الباستيلة المغربية، وسبحان الله قالت مغربية ما قالتش من كوكب لالا. بتوع كوكب لالا دلوقتي هيطلع يقول لك دي متفقة مع المخزن واخده فلوس من فوزي لقجع، معلش. المهم واسعاد يونس دقت الباستيلة عجبتها قوي. انا بفرح كده اما الاقي التراث المغربي والثقافة المغربية موجودة في برامجنا في مصر، بفرح وبحس بانه المصريين مش محتاجين حد يقول لهم، وبالذات الفنانين، لانه الفنانين راحوا المغرب كتير اكيد، ويعني شافوا المغرب وراحوا المغرب، فمش محتاجين حد يقول لهم ده مغربي ومش مغربي، وده المغاربه خدوه مننا، وده اصلا جزائري. مش محتاجين، هم اصلا تلقائيا بتقول لها الباستيله المغربيه يعني المواضيع دي في مصر مش محتاجه نقاش. يعني احنا كده كده عارفين ايه هي الملابس المغربيه، وايه هي الاكلات المغربيه، وايه هو القفطان المغربي. يعني الحاجات دي موجوده في الثقافه المصريه، معروفه انها مغربيه. فانا بفرح بالنوعيه دي من البرامج يعني يا اخواتي. وتعالوا نشوف حاجه مهمه جدا. 1 2 3 فيفا فيفا الجيري. ها فيفا الجيري. لا ما قدرش يقولها. مرضيش يقولها ليه مرضيش يقولها؟ يعني المفروض ان هو يقولها عادي، لانه 1 2 3 فيفا لاجيري القوه الضاربه، يعني اللي مفيش زيها، القاره اللي احسن مننا كلنا، وهي اللي تستحق تنظيم كاس العالم 2030 وتستحق تنظيم كاس العالم 2025، وهي اللي بنت الاهرامات وهي اللي بنت ابو الهول. فالراجل بص له كده قال له نعم، قال له قول بس بعد اذنك عشان خاطر انا، اكتب لي بحبك يا احمد، اكتب لي على الشاشه بحبك يا احمد. قول لنا 1 2 3 فيفا لاجيري لو سمحت. مرضيش يقولها. الراجل ده متفق مع فوزي لقجع ومتلاعب مع المخزن. ما هي دي اكيد قالها بينه وبين نفسه، لانه اكيد لو قالها في الشاشه هنديله على قفاه. يلا لنا الله في كوكب لالا، والله يكون في عوننا جميعا. انا مش عارف يعني ايه واحد يقف مع واحد ياباني ولا صيني يقول له قول 1 2 3 فيفا للجغي، يعني مش عارف بصراحه. يعني حاجه تخلي اللي واقف معاه اصلا يقول له انت من بيت الزواحف، انا عارفك. عبرت جبهة البوليساريو عن إدانتها للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس الداعمة للسياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية. جبهة البوليساريو اعتبرت في بيان التصريحات التي أدلى بها الباريس خلال لقائه نظيره المغربي انتهاكا واضحا للقانون الدولي وللحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأكد البيان أن تصريحات الباريس التي تعكس دعما صريحا للمصالح المغربية تتعارض بشكل مباشر مع سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعلنها الحكومة الإسبانية. انا نفسي اعرف حاجه. اولا الاستاذه الليمبي دي دايما بتطلع في التلفزيون تتكلم كده. دلوقتي احنا عايزين نتكلم معاكم النهارده في نظريه مهمه جدا، فصوتها غريب جدا، مش صوت اذاعي خالص. ده اولا. ده انا كمان مسرع الصوت، يعني لما بتسرع الصوت يا اخواتي الصوت بيقل شويه، بيبقى حاد شويه. يعني هي صوتها اتخن من كده ما شاء الله. المهم يعني انه تصريحات الاعلام الجزائري يجب ان تحاسب، لانه بيطلعوا يقولوا حاجات مش موجوده على ارض الواقع. يعني يقول لك الشعب الصحراوي، مفيش شعب اسمه الشعب الصحراوي، هو مغربي، شعب مغربي. تقول لك المغرب اللي بيحتل، مش عارف، المغرب ما بيحتلش حد. فتصريحات اعلاميه وصحفيه يجب ان يحاسبوا على هذه التصريحات، لانه ده مش كلام تقوليه، لانه مش موجود على ارض الواقع. وتقول لك اسبانيا والشعب الاسباني، ده لسه هيقول لك دلوقتي الشعب الاسباني ضد السياسه بتاعت الدوله الاسبانيه اللي هي مواليه للمملكه المغربيه. يعني كذب في ليل نهار، كذب، ما بيعملوش حاجه غير ان هم دو 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 كذب. وتقول لك عبرت البوليخاريو. مين البوليخاريو خرخر؟ مين؟ احنا ما نعرفش حاجه اسمها البوليخاريو بولي خرخر، ما نعرفهاش خالص. دي مش حاجه اصلا عشان تعبر. يعني هي بتقول لك عبرت عن استيائها من الموقف الاسباني. هي مين هي البوليخرخر عشان تستاء اساسا او تعبر او ما تعبرش؟ دي تقعد ساكته خالص.
دي حاجه عملتها الجزائر كده، وقاعده هي قاعده مع الجزائر، ملهاش اي علاقه بالعالم، ما تقدرش تعبر ولا ما تعبرش. ده مهم جدا نقوله. وبرضو قالت لك السياسه التوسعيه المغربيه، خدوا بالكم بقى يا مدام، سياسه ايه التوسعيه المغربيه؟ يعني فين السياسه التوسعيه؟ هو المغرب لما يحافظ على الوحده الترابيه الاراضيه يبقى دي سياسه توسعيه؟ التوسعيه دي تبقى خالتك مش السياسه. واوعى يا اخويا المغربي ويا اختي المغربيه تكونوا فاكرين ان ده بس التقرير اللي اتعمل النهارده في التلفزيون الجزائري عن المملكه المغربيه. نو. إن هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي الإسباني لا يحظى بدعم الجمهور الإسباني ولا أغلبية القوى السياسية في البلاد التي عبرت عن رفضها لهذه السياسة الخارجية. إن هذا يتعارض مع مشاعر مواطني الدولة الإسبانية وكل القوى السياسية باستثناء الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الوزير. بصوا يا جماعه، ترويج لاكاذيب. عايز يقول لك انه بس فئات او ناس محددين جوه الحكومه الاسبانيه هم اللي بيعترفوا بمغربيه الصحراء، وهم اللي يعني بينحازوا للموقف او متضامنين او بيتفقوا مع الموقف المغربي، انما بقيه الحكومه الاسبانيه والشعب الاسباني ضد ده. يا ابني الكلام ده انتوا بتجيبوه منين يا ابني؟ يا ابني ده الاسبان طردوا الجزائريين من اسبانيا، وشفنا فيديوهات كتير وهم عاملين مسيرات ضد الجزائريين اللي في اسبانيا. يا ابني يا ابني ده فرنسا بتطلع الجزائريين من فرنسا. يا ابني انتوا بتقولوا الكلام ده لمين؟ المشكله يا اخواتي انه الاخبار دي والمعلومات المضلله دي بيتفرجوا عليها بقى في كوكب لالا، اللي هم يعني الناس العاديين في كوكب لالا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وبياكلوا سكران طايح في الدروج ومكفن في حجر يمه وهم بيتفرجوا، ويصدقوا الكلام ده بقى ويبتدي يقول لك ايه ده المغرب بقى مكروه ولا مكروه، كل الناس ضده. ده اللي بيقولوه لبعض وبيضحكوا على بعض وعلى نفسهم بيه، فكلام ما يعلم به الا ربنا. والحقيقه انه اعلام الجزائر عجيب غريب، يوميا بيتكلم عن بلد اخر ما بتحصلش في العالم. اتحدى انه اي دوله في العالم الاعلام والتلفزيون بتاعها يوميا بيتكلم عن بلد تاني مش عن نفسها يعني. بصوا الفيديو ده. السؤال يقولوا ماذا استثمرنا في مالي؟ ماذا استثمرنا في النيجر؟ ماذا استثمرنا في موريتانيا؟ وش درنا؟ هذه دول فقيره يجيوا المغرب يدير لهم محطه كهرباء يحطوا في جيبه، لانه المغرب يدير لهم محطه كهرباء خلاص ولاو راكعين. دار محطه كهرباء اللي ما تكلفش حتى مليون دولار. يا سي شحال تكلف؟ 10 مليون دولار. احنا مش قادرين نديروا لهم 10 محطات كهرباء في مالي و10 في النيجر، كل واحده ب 10 دولار، 10 مليون دولار. هاي 100 مليون دولار انا ضويناها عليهم الى يوم اول درت الخير عند ربي وعند العبد. طبعا هنا بن صديرة صدورة عايز يقول انه زي ما انتوا اكيد فهمتوا يعني انه المغرب بسبب المشروعات الداعمة للدول الافريقية المجاورة والدول الافريقية اللي عندها مثلا مجاعات او عندها نقص في الطاقة او هي دي اللي تسببت انه دايما الدول الافريقية بتكون دايما على علاقة جيدة بالمملكة المغربية، ودايما في اي موقف بتكون منتمية للمغرب، يعني لانه هو شاف اكيد مظاهرات من الماليين في كل انحاء اوروبا وفي افريقيا وهم رافعين اعلام المغرب، فهو بيرجع ده لايه؟ لانه يقول لك اصل المغرب عامل مشروعات طاقه في مالي، عامل مشروعات كهرباء، عمله في افريقيا كلها، فالمغرب بلد محبوب في افريقيا، فاحنا عملنا ده عشان الدول الافريقيه قال لك يبقوا عبيد لينا. هي القصه ما تمشيش كده، هي القصه انه المغرب بعيدا عن الطاقه والمساعدات اللي بيقدمها لدول افريقيا، بس برضو المغرب على علاقة دبلوماسية جيدة، لا يتدخل في شؤون الغير، فمش مكروه. البلد اللي بيتدخل في شؤون الغير وعايز يقسم أراضي الغير ويطلع يقول إن كل حاجة دياله وكل شيء دياله ويطلع يشتم الناس كلها ويقول أنا شواكرة مش عارف إيه وأنا، هو ده البلد اللي الناس تبقى بتنفر منه، اللي يقول إحنا بنينا فرنسا إنما المغرب ما بيعملش كده. المغرب دبلوماسيته وسياسته عاقلة واعية، عارف هو بيعمل إيه، عارف ازاي يخلي علاقته جيده بالجميع. ده حاجه مهمه جدا، هي دي الدبلوماسيه على فكره. معنى مصطلح دبلوماسيه هو بيندرج تحتيه انك تكون علاقتك جيده بالدول، فانت مش كده. فاتعلم من المغرب، برافو عليك يا بن صديرة، اتعلم من سياسه المغرب الخارجيه خاصه عشان تعرفوا تتعاملوا مع الناس بعد كده وتبطلوا تاخدوا حاجه الناس عشان ما تبقوش يعني الناس متضايقه منكم. دي نصيحتي يعني، ولنا الله في كوكب لالا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وأنا كان بغيكم بزاف. حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب. شكرا على تعليقاتكم الزوينة اللي فوق راسي من فوق. ربنا يكرمنا إن شاء الله فيما هو قادم جميعا، ولنا الله في كوكب الله.